السلام عليكم. اليوم غنسهل عليكم بهذا الخبز ديال التاكوس بلا دليك بلا عجين بالعجينه السائله. يمكن لكم تصايبوه تحافظوا عليه في المجمد وتخرجوه فوقاش ما بغيتيو وتعمروه باي حاجه تشهيتيو. بحال ديما الا بغيتيو تشجعوني كنطلب منكم انكم الا عجبتكم هذا الفيديو تخليو لي لايك واشتراك باش يوصلكم جديد. ننطلقوا الوصفه ديالنا. هنا شحال ما استعملنا ديال كيسان العنبه ديال الفرص كنستعملوه بالماء يكون بارد. 4 الكيسان ديال الفرص كنديروا في واحد الاناء، كنضيفوا معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه. هنايا كنضيف 3 الكيسان ديال الماء يكون بارد والرابع كنخليوه قدامي. وهنا عندي معلقه كبيره ديال زيت البلديه كنخلط مزيان يعني حتى ما كيبقاوش باينين ديك الحبيبات ديال الفرص. وهنا كنضيف الكاس ديالي الرابح غير شويه بشويه. خصني نحصل على قوام ديال بحال بات اكريب، يعني تكون عاقده واحد شويه، ما تكونش سائله بزاف ما تكونش قاصحه بزاف، تكون بحال القوام اللي كتشوفوا دابا في الصوره. على ما كترتاح لاباط وكنسخنوا يعني على عافيه تكون ما بين متوسطه ومجهده، يعني 3/5. على ما كتسخن هنا كندير واحد شويه ديال الخليط، ما كنديرش بزاف حيت الا درت بزاف غيجي الخبز غادي شي خبز غليظ وبالتالي ما يكونش بحال الخبز ديال التاكوس. دونك كندير واحد شويه بحال دي كريب، غير واحد شويه، وكندير في القناه ديال المقله. فاش كنحسوا ان راه نشف واحد شويه وان جوانب راهم يقدروا يتقلعوا، هنا كنقلبوه للجهه الاخرى. وهنا هذه مهمه، على كل 10 ثواني غادي نقلبوه، على كل 10 ثواني. ما عمرنا ما نطيبوه بزاف يعني غير في جهه واحده، ديما على كل 10 ثواني غادي نبداو نقلبوه حتى نحسوا ان راه يعني بدا كيطيب واحد شويه، يعني كيبانوا ديك النقيطات اللي كيكونوا حمر. هنا كنبداو نبركوا بديك الاداه اللي باش كنقلبوا حتى كنحسوا ان راه بدا كيتنفخ واحد شويه بشويه شويه بشويه. ويعني كنستمروا في هذه العمليه ديال اننا يعني نبداو نقلبوه على كل 10 ثواني حتى كيطيب مزيان. الوغ فاش كيطيب كناخذوه وكنديروا ما بين جوج ديال المنادل باش كيحتفظ على الرطوبه ديالو، يعني باش كيعرق واحد شويه وكيحتفظ على ديك الرطوبه ديالو، وممكن نطويوه وممكن نديروا به اي حاجه بغينا. دونك حتى كنكملوا ديك لاباط كامله. انا كتشوفوا انا عندي غير 6 مي يعني كنت باقي ما كملتش ديك ساعه لاباط ديالي بالطياب، حصلت على 10. وكتشوفوا ان غتكونوا حصلتوا على خبز ديال التاكوس صوبتوه في 5 دقائق بلا عجين بلا دليك بلا حتى شي حاجه. نقول لكم تحتفظوا به في المجمد وتخرجوه فوقاش ما بغيتيو. كيبقى لي غير نقول لكم شكرا اللي تبعتوا هاد الوصفه. نتمنى انكم تكون عجبتكم بزاف. باش تشجعوني كنطلب منكم انكم تخليو لي لايك، تعليق باش نعرفوا شنو نديروا في الوصفه الجايه ان شاء الله بحول الله، واشتراك باش لكم جديد. شكرا.